مشاهدينا فقط شوية اليوم انتبهوا لي على الموضوع. لا يمكن انه احنا اذا سمعنا معلومة او فكرة تمر على ادمغتنا مرور الكرام. هنالك شيء يسمى بالنظام المعرفي، لازم كل انسان فينا عنده هذا النظام والبحث عن الفكرة. يعني اضرب مثال بسيط، بنقرأ بالقرآن الكريم انه اهل الجنة يشربون بأواني وكؤوس من فضة، في حين الله بالقرآن الكريم ذكر كل المجوهرات وخاصة اللؤلؤ. زين ليش هاي فضة؟ أو مثلا نسمع أنه يونس عليه السلام من طلع من بطن الحوت الله أنبت عليه شجرة من يقطين. زين ليش يقطين؟ البحوث الآن الحديثة تثبت أنه الفضة سبحان الله لها دور كبير في تنقية السوائل، بل أن السائل في الفضة قد يتحول إلى مادة علاجية، إضافة إلى أنه قد يتحول إلى تقول برونق. يعني الفضة تعطي فد رونق جميل للسائل اللي موجود به، إضافة أنه الفوائد مالته والتنقية. كذلك اليقطين يعالج سبحان الله، يعالج أمراض الجلدية وأمراض العظام. هذا النظام المعرفي اللي أتكلم به، يعني الله عز وجل حتى في أكبر معجزاته لم يتخلى ولا يتخلى عن النظام المعرفي والمنطق والعلم. ولا أهل الجنة هم بالقمة بحاجة إلى مي نقي مثلا، ما هم بالقمة، ولكن الله عز وجل حتى في أكبر معجزاته ما ترك المنطق والنظام المعرفي والعلم. ولا يونس عليه السلام من طلع من بطن الحوت ما هو ايضا هل بحاجه الى يقطين؟ ما كان بامكان الله عز وجل دخله في معجزه ويخرج بمعجزه، ولكن الله تبارك وتعالى يريد يفهمنا ويريد يضرب لنا امثال انه مهما يعني لازم ما نتخلى عن النظام المعرفي في داخلنا او عن نظام البحث ما نسمع. ايضا اضيف لكلامي انه اليقطين اللي الله عز وجل اليقطين اللي الله انبته على يونس عليه السلام كان لعلاج الجلد والعظام، لأنه يونس كان في الظلمات، في الحوت في الظلمات، فتأثر جلده وعظمه فأنبت عليه شجرة اليقطين لعلاج العظم والجلد. إذن الله تبارك وتعالى في أعظم معجزاته لم يتخلى عن العلم، وكان العلم حاضر والمعرفة حاضرة. البحث وحتى الخالق في أعظم معجزاته ولم يتخلى عن النظام المعرفي والمنطق والعلم. مشاهدينا، أنا ليش اليوم تكلمت بهذا الموضوع؟ يعني مرات يعني حقيقة من نقعد على الفيس واشاهد بعض الناس اللي تتكلم بكلمات وافكار ما تليق بالفكر البشري. يعني يتكلم كلام 1 زائد 1 يساوي 15 بكيفه، والغريب انه ما في واحد يرد عليه ويقول له يابا وقف على كيفك، 1 زائد 1 يساوي 2 ما يساوي 15، لا يصفق له ويقول له عاشت ايدك. المفروض المعلومة إذا وصلت إلى دماغنا تتمحص وتدخل ضمن النظام المعرفي، وكنا نكون نبحث عن المعرفة ونبحث فيما نسمع.